أحد رواد الفكر والاعتدال في الجزائر، داعية ورجل قانون وفقه، وصاحب مؤلفات عدة في شرح الحديث ومعاني القرآن ومناهج السنة. الدكتور سعيد بوزري ابن منطقة القبائل أو ثامورث إذورار، ومعناها أرض الجبال. عرف في منطقة تيزي وزو وقراها ومداشرها بشيخ مجالس الصلح التي تمتاز بها المنطقة. ومجالس الصلح أو كما يطلق عليها تسمية هنا بتجمعث، تتوزع أدوارها في فض النزاعات والخلافات بين الأهالي وتنظيم حياتهم الاجتماعية. مجالس الصلح مجالس متجذرة في عمق المجتمع الجزائري، فحينما يحصل أي نزاع مهما كانت طبيعة النزاع، سواء كان نزاعا مدنيا، نزاعا عقاريا، نزاعا حول الميراث، نزاعا مهما كان نزاعا اجتماعيا، يعرض أساسا على مجالس الصلح. يسمى جماعة، ويسمى بالقبيلية ثجماث، ويسمى في منطقة من مناطق الجزائر الواسعة، يعني منطقة بني ميزاب، إعزافن. إذن هذا يعني هذه المؤسسات العرفية مؤسسات قديمة متجذرة في عمق المجتمع الجزائري، ولها أصول ممتدة إلى شرع الله عز وجل. فالقرآن الكريم مما ورد في كتاب الله العزيز والصلح خير. ثم أن الثقافة الشعبية تدعم قيم الصلح في المنطقة. برز اسم الدكتور سعيد بوزري كواحد من أعلام الجزائر على المستوى الوطني العام 2010، حين منح وسام عالم الجزائر لأدواره في نشر الدعوة وثقافة الصلح والمصالحة بين الأهالي. فكان دوره على غرار تلك المجالس مكملا لمجالس القضاء والمحاكم التي امتلأت أدراجها بالقضايا والنزاعات المعقدة. يقول الدكتور سعيد إن عمله كناشر لثقافة الصلح والمصالحة ساعد على تخفيف الضغط الكبير على قاعات محاكم المنطقة. صدر قانون في الجزائر، قانون رقم 0809 مؤرخ في 23 فبراير 2008، فتبنى قيم الصلح وسماها الوساطة. يعني في الحقيقة القانون طرح 3 بدائل كوسائل بديلة لحل النزاعات بطريقة ودية. طبعا هناك القضاء الرسمي تحت إشراف السلطة القضائية في الجزائر كسائر البلدان، سلطة قضائية مستقلة تعرض عليها النزاعات في جميع الهيئات وبجميع مراتب أو درجات التقاضي في الجزائر. ولكن في المقابل تبنى المشرع الجزائري ما يسمى بالإجراءات البديلة أو الوسائل البديلة لحل النزاعات الودية. من هذه الوسائل الوساطة القضائية. ولكن الوساطة القضائية تجربة حديثة تعود إلى 2008. معنى على القاضي أن يعرض الوساطة القضائية على الخصوم بطريقة جدية. ما معنى ذلك؟ بمعنى يقدم من الحجج الكافية لإقناع الخصوم بقبول الوساطة القضائية. كان يذكر الإيجابيات مثلا، يقول له إذا تبعت طريق القضاء الإجراءات طويلة، وإذا كان درت خبرة عقارية مثلا الخصم نتاعك عنده حق في المطالبة بما يسمى بالخبرة المضادة كونتر اكسبيرتيز، وهكذا تطول الإجراءات. ولكن طريق الوساطة القضائية سريع، إجراءاته سريعة وفعالة. لم تكن سهلة أبدا رحلته في نشر تعاليم الدين الإسلامي في منطقة لا يحسن سكانها لغة القرآن. ركز واعتمد على منهج تبسيط المعاني ومنهج الترغيب، اعتقادا منه أنه الوسيلة الأنجع لوصول المعنى إلى المتلقي، خصوصا الذين لا يتحدثون بلغة الضاد. في المناطق الجبلية، في القرى، في الأرياف، نستخدم اللغة الأمازيغية. بالمناسبة لابد أن أترحم على الدعاة والعلماء والشيوخ القدامى رحمهم الله، اعتمدوا منهجية علمية دعوية مهمة. كيف؟ هم يقرؤون كتاب الله عز وجل ويشرحونه باللغة الأمازيغية، ويستخدمون في ذلك التراث الأمازيغي الأصيل من شعر ونثر. فالمنطقة معروفة بتراثها الأدبي
الشعري النثري القوي، فهم يوظفون ويستثمرون الأمثال والأشعار في تبليغ الرسالة. ربنا قال في سورة النحل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمن الحكمة استثمار التراث الشعبي الأصيل في إيصال وتبليغ رسالة الإسلام. فمثلا اذكر آية من الآيات ولا معنى من المعاني، حكم من أحكام الشريعة الإسلامية، فيشرحه بشعر أو بنثر، وبذلك يترسخ في أذهان هؤلاء، فيستقبلون الرسالة والمعلومة بشكل جيد وبسيط. ومع الوقت ما دام الإمام أو الشيخ يستخدم اللغة العربية هناك من يتعلم تدريجيا، والذي بقي ولم يحفظ اللغة العربية ولم يتعلم اللغة العربية نستخدم اللغة الأمازيغية حتى في الدروس العلمية الدقيقة في علم الأصول مثلا، وفي علم مقاصد الشريعة الإسلامية، وفي علم الفقه وهكذا، ويستوعبون المادة التي تعرض من خلال المنابر. مسيرة حافلة لم تكن سهلة في طلب العلم، ولكنها أثمرت العديد من المؤلفات والكتب وبمختلف اللغات، بحيث استطاع المفكر سعيد بوزري الدخول إلى ساحة المحاذير في الثقافة الإسلامية، وحتى إلى تلك الأفكار التي تجذرت في منطقة القبائل مسقط رأسه، على أنها منطقة ورثت من الاستعمار الفرنسي ثقافته وديانته. تحدثتم عن حركة المسخ ربما التي قام بها الاستعمار الفرنسي، أيضا هناك حديث عن مشاكل تنصير تشهدها المنطقة، موجة تنصير. لا شك أن لهذه الظاهرة ولانتشار هذه الموجة أسباب. من هذه الأسباب الجهل بالدين. كلما، والطبيعة ترفض الفراغ، نعود دائما هذه القاعدة، كلما ابتعد الناس عن الإسلام، عن الفهم الصحيح للإسلام، كلما جاءت تيارات أخرى تستغل ذلك الفراغ وتستغل ذلك الجهل، إضافة إلى أسباب أخرى، وهي انتشار موجة الشبهات حول الإسلام. ففي هذه السنوات الأخيرة نسمع كثيرا ونقرأ كثيرا عن شبهات تثار حول الإسلام، تقدم المسيحية كبديل، كأن يقال مثلا الإسلام دين العنف يدعو إلى الإرهاب، والإسلام لا يحترم حقوق المرأة مثلا. فذلك الجهل مع هذه الشبهات، فالشبهات تترسخ بوجود الجهل، فهناك من اقتنع بذلك ويعتقد أن تصرفات المسلمين وأخطاء المسلمين هي الإسلام، فصار الإسلام يؤاخذ بجريرة المسلمين طبعا، وهذا لا يقبله عقل ولا نقل. وعن القضايا التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة وأثارت جدلا كبيرا في الجزائر كالسلفية والعديد من المواضيع، يرى سعيد بوزري أن منهج الاعتدال هو الأنسب في حياة المسلم، فكثير ممن انتهج الفتوى بدون علم ودراية وظلل معه الكثيرين في إشارة إلى ما حدث في بلاده سنوات العنف والدم. اتسعت رؤية ومجالات المؤلف التي جسدها في العديد من المؤلفات، فكانت له العديد من المقاربات الفكرية التي أعطت أفكارا إسلامية متأصلة جمعت بين الدين والدنيا، كما أن حلقاته العلمية والفكرية لم تخلو أيضا من مشاكل أرقت مجتمعه وعالمه الإسلامي أيضا. الظلم إذا دام لا شك أنه لن يطول عمره، فكلما تراكمت المظالم، كلما ضاعت الحقوق، كلما يأتي يوم إن شاء الله تعالى وأصحاب الحقوق يطالبون بحقوقهم، فإذا وجدوا أبوابا مفتوحة غير مسدودة، لا شك أن الشباب، أن المظلوم بشكل عام سوف ينسجم مع ذلك، مع الباب المفتوحة، ولا يدمر ولا يحدث ثورة. ولكن إذا وجد أبوابا مسدودة وقنوات مسدودة يصبر، ولكن إنما للصبر حدود، فينفجر، والضغط دائما يولد الانفجار. لذلك ما يحصل الآن أمر طبيعي جدا، فهو إفراز من إفرازات الواقع الذي يعيشه العالم العربي والإسلامي بشكل عام.
إلى جانب قضايا الصلح وقضايا الإفتاء والفتوى في الجزائر، للدكتور سعيد أيضا مسائل في الاقتصاد وحلولا يراها ناجعة فيما أرق المجتمع الجزائري من أزمات اقتصادية وأزمات البطالة. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود بعده لمتابعة وجوه إسلامية، فابقوا معنا. رحلة حياته العلمية والعملية الشاقة لم تثنه عن الاهتمام بالأسرة والأبناء، فهو يعتقد أنها اللبنة الأولى في بناء مجتمع صالح ومفيد. يشارك أسرته وذويه في كل القضايا وبدون حرج أو طابوهات، خصوصا وأنه واحد من الدارسين والمنظرين لقضايا وقوانين الأسرة الذي قال إنها مستمدة من تعاليم الإسلام ولا يجوز شرعا تغييرها تحت أي ظرف، في إشارة إلى القانون الجديد الذي أعطى المرأة حقوقا أوسع ولا يبيح تعدد الزوجات إلا بشرط موافقة الزوجة الأولى، وهي نقطة أثارت حفيظة الشيخ على الرغم من أنه يؤمن بالسعادة مع الزوجة الواحدة. لا يمكن لي أن أعارض حكما شرعيا ثابتا في كتاب الله عز وجل. كل ما ورد في الكتاب العزيز في مصلحة البشر، فتعدد الزوجات أمر منصوص عليه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية بضوابط وشروط. ونظام التعدد يستجيب لمبررات اجتماعية، منها كثرة النساء على الرجال، فهذا أمر لا يمكن لعاقل أن يرفضه. فإذا كان عدد النساء أكثر بكثير من عدد الرجال فليس هناك نظام يمتص ذلك ويعالج أو يساهم في معالجة هذه الظاهرة إلا نظام التعدد. أنا ضد من ينادي بإلغاء نظام التعدد في القوانين، وأنا مع وحدة الزوجية، وليس بين هذا وذاك تعارض، لأن الرجل العاقل يختار لنفسه الحياة الأفضل، والحياة الأفضل مع الزوجة الواحدة. ضحك انت اياه. أفضل الصياغة القديمة للقانون. المادة 8 قبل التعديل تنص على الآتي: يسمح بالزواج بأكثر من واحدة في حدود الشريعة الإسلامية، طبعا مع شرط نية مع العدل إلى آخره، مع وجود المبرر وكذلك نية العدل. ولكن في الصياغة الجديدة مما اشترطته المادة موافقة الزوجة السابقة والمرأة المراد الزواج بها. يعني هذا الشرط يكاد أن يكون شرطا تعجيزيا، وقد ندفع بعض الأزواج، يعني المشرع قد يدفع بعض الأزواج إلى أن يضغط على زوجته السابقة مثلا، كأن يهددها بالطلاق مثلا، يقول لها إما توافقي وإلا مصيرك الطلاق. فبالتالي إذن أعتقد أن التضييق الكبير في أمر التعدد قد يؤدي إلى نتائج عكسية تماما. كلما كان تضييق كلما دفع بعض الناس إلى الزواج العرفي. وطبعا شريعة الله تنص على الوضوح والشفافية، أن تكون هناك زوجة معروفة، ليس بعد سنوات يكتشف الأمر أن فلان متزوج بامرأة أخرى في محافظة أو في ولاية أخرى بعيدة، وبعدين يكون هذا سبب لتمزيق أواصر الأسرة. وطبعا ومن الضحايا في مثل في هذه المواقف يكون الأولاد. مما يشغل تفكيره أيضا مسألة البطالة المتنامية نسبتها في الآونة الأخيرة في الجزائر، والتي يرى أن استمرارها خطر على الأمة واستقرارها، ويطرح حلولا تتمثل في تفعيل فرض زكاة المال خصوصا على المؤسسات الرسمية والخاصة، فضلا عن الميسورين حالا من أبناء الجزائر. لا شك أن ركن الزكاة إذا نفذ تنفيذا حقيقيا في المجتمع الجزائري أو في أي مجتمع إسلامي، لا شك أنه سوف يكون سببا في تغيير الحال. تزول البطالة، تمتص البطالة، ويكثر العمل،
وينقص الفقر تتقلص دائرة الفقر يقينا. ولكن أرى بكل صراحة أن نظام الزكاة إذا طبق تطبيقا جيدا وهيئت ظروف النجاح، وأقصد هذه الظروف منها المنظومة القانونية، الجانب القانوني لموضوع الزكاة. الأمر الثاني الوعي لدى المواطنين، لدى أصحاب المال. فإذا لم يعني يكون هناك وعي اجتماعي يوافق ويواكب ذلك التنظيم القانوني، لا يمكن لنظام الزكاة أن يؤثر وأن يرتب آثاره وأن ينجح في واقع المجتمع الجزائري. لذلك إذا كان هناك نظام قانون، طبعا هناك تجربة صندوق الزكاة بالمناسبة، فهي تجربة محترمة إلى حد كبير، ولكن في حاجة إلى تفعيل وفي حاجة إلى إعادة النظر في بعض المفاصل القانونية التنظيمية. والأمر الثاني وهو مهم جدا وهو الوعي، معنى تهيئة المجتمع لتطبيق مقتضيات نظام الزكاة. فإذا توفرت هذه الشروط وهذه الظروف لا شك أن الزكاة تكون سببا كبيرا وفاعلا للقضاء على الفقر أو لتقليص دائرته على الأقل ولامتصاص حجم البطالين في الجزائر. في كل أحياء عاصمة الأمازيغ يحظى الشيخ سعيد بوزري باحترام وتقدير كبيرين، وحيثما سار تعترضه أسئلة أهل البلدة عن أمور الدين والدنيا. إن شاء الله معنا اللغة العربية إن شاء الله معنا يقولوا أنا إن شاء الله. وهنا بالمسجد الكبير للمدينة يرأس الدكتور الشيخ سعيد المجلس العلمي للمسجد، ويقوم بتدريس علوم الفقه والشريعة، كما ويزاول أيضا جزءا من مهمته الأساسية كوسيط قضائي وشيخ مجالس الصلح. من الحلقات العلمية التي وفقني الله عز وجل إلى إنجازها في هذا المسجد المبارك، مسجد محمد أرزق الشرفاوي الأزهري، حلقات في فقه الدعوة، فقه الدعوة إلى الله، انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلماء حينما يقارنون بين العلم والفقه يقولون أن العلم يتصل بكثرة الرواية، أما الفقه يتعلق بعمق الدراية. انطلاقا من هذا الحديث النبوي الشريف، فكانت جملة من العناوين من الحلقات العلمية في هذا المسجد المبارك منها فقه الأسرة لبيان أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل الأسرة، وكذلك النظر في قضايا الأحوال الشخصية المعروضة هنا في المجتمع، وتقديم العلاج المناسب من ناحية الشرعية ومن ناحية العرفية. يعني حينما بدأنا هذه الحلقات هناك ربما من يرفض استخدام مثلا اللغة الأجنبية مثلا، وحتى لازم استخدام اللغة العربية وفقط، من باب التشدد أن القرآن الكريم أنزل باللغة العربية ويجب أن يكون الخطاب الدعوي باللغة العربية. فهذا نوع من أنواع التشدد، عقبة من العقبات، ولكن مع الوقت يعني نجتهد بقدر الإمكان من أجل إزالة هذا الفهم الخاطئ على أن اللغة هي وعاء، هي وسيلة للبلاغ ليس إلا. حينما قال ربنا ادعو إلى سبيل ربك لم يحدد اللغة. هناك عقبة أخرى في مسجد آخر كنا نعقد حلقات تحت عنوان فقه الشريعة، فنعالج قضايا العصر. مثلا حينما تناولنا موضوع البنوك مثلا، موضوع الربا، الآية تقول وأحل الله البيع وحرم الربا، ولكن طرحنا منهجية جديدة في معالجة الموضوع. قبل أن نشرح المعنى المقصود من هذه الآية نأتي بمختص يشرح لنا التقنيات البنكية وكيف تتم العمليات الربوية داخل البنوك وداخل المؤسسات المالية. بعدما يستوعب الحضور هذه المسألة، هنا يأتي البيان القرآني على أن هذا حلال وهذا حرام، وطبعا مع بيان الحكم الشرعي في تحريم حكم الربا. وكذلك حينما نجحت عملية استنساخ دولي، نعجة دولي، استنساخ أتينا بأطباء وحضروا معنا في الدرس الأسبوعي، وبعض الناس قالوا لماذا يعني هم يألفون الإمام فقط وكأن هذا المنبر خاص بالإمام فقط. فقلنا لهم حضور الأطباء هنا ويتحدثون باللغة الفرنسية، طبعا خاصة في مجال المصطلح،
في بيان وتوضيح موضوع الكلوناج، يعني الاستنساخ كيف يتم من الناحية الطبية من الناحية العلمية، قلنا لهم أحضرنا هؤلاء الأطباء عملا بقوله تعالى فاسأل به خبيرا. سجل مشاركاته العلمية والدينية حافل داخل الوطن وخارجه. قال لنا إنه نذر العمر كله خدمة للدين، لكن بمفهومه البسيط المعتدل البعيد عن كل تعقيد وتطرف، متحديا الجماعات المتطرفة التي اتخذت من جبال مدينته قواعد للعمل المسلح في وجه أبناء الوطن الواحد. ولا شك أن هذه التطرف أوصلنا إلى هذا الحد، فهو أمر غريب عن ديننا وأمر غريب عن مجتمعنا المسلم المسالم الآمن المطمئن، ولكن حصل خلل لا شك أن هذا الخلل نتحمله جميعا، والاختلاف ليس شرطا أن يؤدي إلى التنافر، فالاختلاف اختلاف تنوع، اختلاف لا اختلاف تضاد. فإذا اختلفت أفكارنا فيبقى الاختلاف على مستوى الفكر ولا ينزل إلى مستوى القلوب، أو يترجم ذلك الخلاف إلى عنف معنوي أو عنف مادي.